الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة أعلنت في تقرير رصدها مخالفات وتجاوزات وأوجه تقصير وإهمال في مجمع الأمل للصحة النفسية، وتقول أن ما تم رصده يدخل في نطاق شبه الفساد أو شبهة الفساد، باعتبار أن ذلك يعد من سوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد الأموال العامة وسوء استخدام الممتلكات الحكومية، فيما نفت إدارة مجمع الأمل للصحة النفسية في الرياض ما أعلنته نزاهة، ووصفت التقرير بأنه مخترق. حرب بيانات أشعلت المشهد السعودي خلال الساعات الماضية طرفاها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجمع الأمل للصحة النفسية. أما الموضوع فهو جملة من التجاوزات والمخالفات تقول نزاهة إنها رصدتها على أداء مجمع الأمل الطبي في الرياض. نزاهة قالت في بيانها إن المخالفات والتجاوزات المرصودة على مجمع الأمل الطبي أمور تتعلق بسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد الأموال العامة، إضافة إلى سوء استخدام الممتلكات الحكومية. وأضافت أن من بين التجاوزات التي رصدت على المجمع قصور في تقديم الخدمات للمرضى يتمثل في نقص بعض الأدوية المهمة وتعطل بعض الأجهزة الطبية، إضافة إلى عدم وجود أماكن مخصصة لزيارة أسر مرضى الإدمان، فيما ثمة تجاوزات ومحاباة في تنويم المرضى وقيام بعض الأطباء الاستشاريين بالعمل في عيادات خاصة في الفترة المسائية. ورصدت نزاهة تسيبا من قبل بعض الموظفين لا سيما رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات وعدم قيامهم بإثبات حضورهم وانصرافهم. وتبين أيضا وفقا لنزاهة استفادة بعض الموظفين من مؤهلات وخبرات غير صحيحة لغرض الترقية والتسكين على وظائف أعلى من الوظائف التي يستحقونها، وتكليف متعاقدين غير سعوديين بوظائف إدارية وقيادية على رغم وجود الكفاءات الوطنية التي تملك التخصصات ذاتها. مجمع الأمل الطبي قابل تقرير نزاهة برفض التشكيك في نتائج اللجان المشكلة من قبل أمارة منطقة الرياض والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة الرقابة والتحقيق. وأكد المجمع أنه يمتلك 11 محضرا وتقريرا يشيد بعمل المجمع وأن ما أثير مجرد تهويل، قائلا بأن التحقيقات التي أجرتها نزاهة مخترقة. لمساء الوطن، عبد الرحمن بن مزيد. طيب، هي الحقيقة يعني بيانات ومشادات أو ما يسمى إعلاميا أو سمي إعلاميا حرب بيانات يعني أشعلت الحقيقة المشهد في المملكة العربية السعودية، طرفها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، والطرف الآخر مجمع الأمل للصحة النفسية. طبعا التقرير عرض جملة من المخالفات والتجاوزات أيضا التي رصدتها نزاهة داخل مجمع الأمل للطب النفسي في الرياض. خلونا بس نروح للأستاذ ماجد المنيف، لكن قبل لا نروح له أبي أذكركم بأنكم يمكنكم المشاركة بأسئلتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم معنا في كافة محاورنا لهذا المساء عبر الهاشتاج مساء_الوطن في تويتر. إذن أروح للكاتب بصحيفة الوطن الأستاذ أمجد المنيف. مساء الخير. مساء النور، أهلا فيك عزيزي. كمراقب في الوسط الإعلامي لهذه التصريحات من مجمع الأمل ومن نزاهة إلى درجة يعني مناقشة تفاصيل التقرير، الأمل تقول أن التقارير غير صحيحة، نزاهة تؤكد أن مندوبيها رصدوا هذه التجاوزات. كيف تشوف المسألة أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للتعاطي مع هذه القضية يجب أن نتحدث عن كل شق على حدة. بداية احنا
أو خلونا نتحدث عن هيئة مكافحة الفساد. هيئة مكافحة الفساد يعني قد تكون الجهة الأكثر تصريحا والجهة الأكثر تراجعا عن التصريحات في الوقت نفسه. قد طلبت في مقال سابق أن يكون لدى الهيئة شخص مختص بالنفي لتصريحاتها، فما نتعاطى معه بجدية من تصريحات للهيئة قد ينتفي في الغد أو بعد الغد أو في المستقبل القريب. صحيح، لأنه خصوصا كل هذه تصريحات صحفية يعني حتى الآن ما في أي يعني تقرير رسمي لا من نزاهة ولا من مستشفى الأمل، كلها هذه تقارير صحفية احنا رصدناها. وبناء عليها اليوم أنا يعني ودي أسألك، هل هذا الموضوع يفتح يعني ملفات أخرى في مستشفى الأمل؟ معلش دعني أكمل النقطة اللي كنت أتحدث عنها. تفضل. بالنسبة للهيئة يعني تحدثت عن تقرير يعني أشبه ما له مقارب لكل القضايا الأخرى اللي تناولتها الهيئة، وتعتمد الهيئة دائما على مفردة شبه فساد، وهذه المفردة فضفاضة قد تكون دقيقة وقد لا تكون دقيقة. وعودة على الأرقام نجد أن الهيئة خلال 3 سنوات قالت بأنه أكثر من 25,000 شبهة فساد لم تثبت، فهذه هذه القضية تحديدا قد تكون من تضاف إلى 25,000. عندما نتحدث عن الشق الآخر أو مجمع الأمل، أنا أعتقد أن المجمع جانبهم التوفيق في الرد الذي تم نشره سواء في الإعلام أو من خلال التداول اللي تتحدث عنه. عفوا تفضل واصل. بالنسبة لخطاب المجمع، عندما ناخذ الخطاب بالتفصيل نجد انه هو اقرب ماله للمواقف الشخصيه منه للعمل المؤسسي، احتوائه على مفردات غير لائقه قد تتجاوز على خلينا نقول هيبة نظام، على سيادة أنظمة. عندما تقول بأنه هذا الجهاز مخترق، أنت تتحدث عن يعني مش الجهاز، هو قال التقرير هذا مخترق أو نتائج هذا التقرير مخترق. خليني بس أبي أقول لك أنه مجمع الأمل طبعا رفض التشكيك في نتائج اللجنة التي كانت مشكلة من وزارة الصحة وأمارة المنطقة وأيضا الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة الرقابة والتحقيق، لأنه تقرير هذه اللجنة أكد أنه ما في أي تجاوزات. وتكلمت أيضا المستشفى أنه يعني هذا مجرد تهويل إعلامي أو صحفي حصل في وسائل الإعلام. هل هو كذلك برأيك؟ من الصعب جدا أن نحكم بنعم أو لا، لأن التفاصيل الدقيقة لا يعلمها لا سواء كان إعلامي أو أي أحد يراقب المشهد من الخارج. التفاصيل الدقيقة يجب أن تكون من الداخل وتم من خلال التفاصيل القضائية. القضية يمكن بالنسبة للتصريح والإعلان عنها بشكل عام، أما التفاصيل الداخلية يجب أن تتم لدى الجهات المعنية بالأمور القضائية، هي من ستحكم في مدى دقتها أو عدمها. طيب، أنا أبي أشكرك كثير أستاذ أمجد المنيف، الكاتب الصحفي بصحيفة الوطن، وأنت المتابع والذي كتبت كثيرا عن هذا المجمع. طبعا احنا نبي نقول بس أنه التقارير هذه حقت نزاهة هي موجودة في الانترنت، وجدت في الانترنت وفي تويتر تحديدا قبل أن تعلن بشكل رسمي. احنا نتمنى أنه يكون في توضيحات من نزاهة لتأكيد أو نفي هذه الأخبار، لأنه الموضوع الحقيقة يفتح الكثير من التساؤلات، وإحنا والوطن يعني يهمه أنه يعرف وش اللي حاصل بالضبط ومن وين جت هذه الاتهامات أو هذه أوجه القصور التي ذكرتها نزاهة.